السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وافضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل ارنب، وهنعمل معاه ملوخية بالارانب. هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا جمال الملوخية، على فكرة دي ملوخية ناشفة، عملت لها عرق كده وخليتها بنفس لون وقوام الملوخية الخضراء، طعمها تحفة، اللي اكلها بجد انبهر منها. وكمان الارنب هنشوف مع بعض، هنتخلص من كل حاجة بقى، كل تفاصيله، من الزفارة بتاعته، ومش هننشفه، هنخليه طري كده ولحمه جميل. هنشوف كل حاجة تخص الارنب وتسويته وتنظيفه في الفيديو ده. اول حاجة انا بجيب الارنب وبقطعه زي ما تحبي. انا مقطعه ده على 6، ممكن تقطعيه على 5 او على 8 او 6. وببدأ اشيل المادة المخاطية او الزلالية اللي بتكون عليه، هي دي اللي بتكون سبب الزفارة بتاعته. بتخلص من كل المادة الزلالية. وعندي السلسلة بتاعة الظهر او البطن من جوه كده، بشيل منها، بتخلص من اي دم او اي مادة مخاطية. عامة المادة المخاطية او السمين تخلصي منه تماما، هو ده اصل الزفارة في الارنب. بحط كمان ملح وبسيبه في ميه بملح وبصفيه، بيكون بالشكل ده عندكم. بحط ملح زي ما انتم شايفين، بحط تاني ملح، وبحط كمان نشا. والمكون السحري بتاعي بستخدمه في البط او في الارانب هو الطحينة. البط او الارانب او الحمام دايما بيكون فيهم نسبة زفارة اعلى شوية، ممكن تستخدميها مع الفراخ مفيش مشكلة. لو متواجدة عندي الطحينة مع الفراخ بستخدمها، بس انتي بتلاقي حاجة كده سحر. الطحينة بجد بتسحبلك اي زفارة من اي طيور او لحوم كمان عندك. جربيها وهتدعيلي. انا حطيت النشا وحطيت الملح وحطيت الطحينة وسبتها ساعتين، وبعدين شطفته كويس جدا، وبعدين عصرت عليه ليمونة. وكمان هحط ملح برضو تاني، وفلفل اسمر، وبق خل. مش بحط خل كتير عشان ما يهريش انسجة الارنب، بس هو لازم كده ايه، حوالي معلقة يعني صغير. وبسيبها بقى برضو ساعة. طبعا كل ما هتسيبي الحاجة في الخلط اكتر كل ما هتكون حلو. الفلفل الاسمر هيتعبك شوية، اللي احنا حطيناه مع الليمون هيتعبك شوية وهو بيطلع، بس مش مشكلة. انا عايزة افضل يعني ايه اشيل فيه جامد، عشان لو متبقي معايا اي مادة مخاطية الفلفل الاسمر يشيلها وهو طالع كده. عشان كده ما زودتش ميه قوي، وما نقعتش يعني الارنب فيه ميه. تمام. بصوا بقى الميه بتاعته اللي هو مطرح الارنب نظيفه جدا وجميله قوي. بكده بتضمني اني مفيش اي زفاره. هنقول تاني سريعا. انا شطفته كويس، شلت الماده المخاطيه ونقعته في ميه بملح ساعه او ربع ساعه. وبعدين رجعت حطيت له ايه، حطيت له نشا وملح وطحينه. لو عندك جنزبيل حطي نشا وملح وطحينه. سبته ساعتين، عايزه اكتر عايزه اقل براحتك، بس كل ما قعد اكتر الطحينه بتسحب الزفاره اكتر. واخر حاجه حطيت ليمون وفلفل اسمر وملح وكمان معلقه من الخل. شطفته شطفه كويسه جدا. وبعدين بحط سمنه، معلقه سمنه حلوه، وبشوح الارنب فيها. انا مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه بس يفتح اللي هو عفوا، اللي هو بس يعني ايه، ان هو اللون بتاعه يفتح، اضمن ان المسام بتاعته اتقفلت. خلاص شوحت الارنب كده خلاص. وبعدين عندي المية السخنة، وعندي بصلة مدعوكة بملح وفلفل، وحطيت الارنب يستوي فيها. بياخد تقريبا نفس مدة سوا الفراخ. الارنب استوى عندي خلاص، وطلعت اهي الشوربة بتاعته. التركة بقى اللي هتحولي الملوخية الناشفة لملوخية خضراء. ده شكل الملوخية الناشفة عندكم، بتجيبيها وبتنخليها، او لو هي نظيفة اصلا مش بتحتاجي خطوة النخل. معايا ملوخية ناشفة، معايا شوربة، معايا توم، كمان معايا كزبرة، ومعايا ربع معلقة سكر وربع معلقة كربوناتو. ببدأ اقلب بقى، بحط السكر والكربوناتو على الملوخية، وبقلب بالشوربة بتاعة الارنب. بقلبها لحد ما تديني اللون والقوام بتاع الملوخية الخضراء. عايزة تستغني عن الكربونات ومفيش مشكلة، بس هي بتحافظ على اللون. وده شكلها النهائي، بقت شبه الملوخية الخضراء بالظبط كأنها متخرطة. بغطيها بقى وبسيبها على جنب لحد لما اكمل اللي انا هعمله.
هاخد جزء من الثوم وعليه كزبره. انا كنت عملت معاكم الملوخيه الخضراء وقلت لكم طريقتي فيها، فانا بحط لها تحديقه كده ني في ني. فانا هنا حطيت الثوم والكزبره وكمان رشه من جوز الطيب، واحط التحديقه دي على الشوربه وهي بتغلي، وحاسبها بقى لحد ما تغلي فيها كده. بتدي ريحه تحفه للملوخيه وطعم يجنن. التركه دي لو عملتيها في الملوخيه مش هتبطلي تعمليها كده. بتكون كمان اخف من لما تعملي لها التقليه اللي في الاول دي. كمان عشان شوربه الارنب دايما بتكون خفيفه عشان مفهوش دهون ولا جلد، هو الارنب صحي تماما، فشوربته بتكون صحيه وخفيفه خالص. بس انا عايزه ادي روح شويه اكتر للملوخيه، فحطيت عليها نص معلقه سمنه بلدي، وسبتها بقى تغلي بالشكل ده. انتي ممكن كمان تحط لها السمنه بتاعه الارنب، بس انا ما حطيتهاش. انا هقول لكم انا هستخدمها في ايه دلوقتي. ودلوقتي بقى حطيت هحط الخلطه بتاعه الارنب معايا معلقه من الكاتشب وملح وكزبره، رشه بسيطه خالص من الكزبره وجوز الطيب ورشه من السبع بهارات. بقلب كل دول وبحط عليهم معلقه شوربه، وممكن تحطي عصرة ليمونة، وبدهن الأرنب بتاعي بيه كويس جدا من فوق ومن تحت، ملح وكاتشب أو صلصة براحتك وجوز الطيب ورشة من السبع بهارات ورشة من الكزبرة ورشة من جوز الطيب. هنا الشوربة خلاص غلت عندي وريحتها تحفة. بفضل بقى انزل واحدة واحدة. انا مقللة الشوربة خالص زي ما قلت لكم في فيديو بتاع الملوخية الخضراء، ان لازم تكون الشوربة قليلة، وانتي تتحكمي بقى في الحجم اللي انتي تنزليه، بدل ما تكون الشوربة كتير وتطلع صيصة منك. المهم بنزل بقى كل الملوخية عندي وبفكها كده بالويسك علشان ما تكلكعش معايا وتبقى كلها سوا واحد وطعم واحد. بفضل بقى ازود شوربة من شوربة الارنب، بصفيها طبعا من البصل، وبفضل ازود شوية شوية عليها. الارانب من الحاجات الجميلة جدا والحلوة قوي اللي معظمنا ما كانش بياكلها، بس لما بتعرفي قيمتها الغذائية بتحبي انك تعمليها لولادك وبتحبي ان هم يطلعوا بيحبوها. بالطريقة دي هتدوقي احلى شوربة ارنب واحلى طعم ارنب تكليف حياتك. عايزة اقول لكم ان الطحينة سحر، مفهوش اي طعم زفارة. وكمان احنا ما نشفناهوش، ما تطوليش عليه في التحميرة ولا تطولي عليه في الشوربة علشان ما ينشفش، عشان هو ما عندهوش جلد. فلما باجي احمره التحميرة النهائية دي اللي هي بعد الخلطة بقى، ممكن تدخليه الفرن، بس انا بحسه في الفرن بينشف. فلما بحطه في الفرن لازم يكون معاه طماطم او صلصة حاجة تطريه. تمام. حمرته بقى التحميرة النهائية، وبعدين باخد السمنة اللي انا حمرته بيها او الزيت whatever بقى انتي هتحولي بايه هتحمري بايه سوري. وبعدين هعمل التقلية بتاعة الملوخية. بحط فيها توم على السمنة بتاعة الارنب. الريحة بقى مش قادرة اقول لكم. سمنة الارنب لما بتحمري بيها التقلية بتدي طعم للملوخية رهيب اهو بالشكل ده. انتي كمان لو هتعملي الملوخية بالبط برضو خدي السمنة بتاعة تحمير البطة وحطيها عليها. ووصلت كده خلاص التقلية للون اللي انا عايزاه، بسم الله، وطشيتها عليها وخلاص كده الملوخية بقت جاهزة. شايفين بقى القوام حلو ازاي اهو. عملت بالظبط العرق والمطة بتاعة الملوخية الخضراء وريحتها تجنن. وادي الارنب الجميل بتاعنا، شايفين اللون حلو ازاي. وكده خلاص وصفاتي النهاردة خلصت. اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش بقى اللايك وكومنت حلو زيكم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.